المهم بكرة نهار الأربعاء دولي البيت الأبيض بده ينشر تقرير عن الديجيتال أسيتس. السؤال شو بيتضمن؟ شو تأثيره على السوق؟ خلينا نشوف شو في معنا أخبار لليوم. The White House is set to release its digital asset report to the public with this Wednesday. بلومبرج من بلومبرج البيت الأبيض عم بقول بده ينشر رابورت تقرير عن digital assets. الكل حابب يعرف شو هو هالرابورت. Bitcoin OG transfer 343 Bitcoin 40 million out 18 hours ago after 12 years of dormancy, with 130 Bitcoins 15 million deposited to Kraken. This OG received 343 Bitcoin 29,000 at the time 12 years ago when the Bitcoin price was $86. That's 1368x return. في شخص استلم 343 حبة بيتكوين قيمتهم 40 مليون من شي 8 ساعات فاق من بعد غياب 12 سنة ما كان محركن، وحول على كراكن 130 حبة بيتكوين قيمتهم 15 مليون. هيدا الشخص استلم 343 حبة بقيمة 29 ألف بهداك الوقت من 12 سنة لليوم، كان سعر البيتكوين ب$86، وبهيك هو عمل عائد ربح ب1368 اكس، رقم ضخم. هو أكيد لما بعته على كراكن يعني عمل طلبية البيع. Trump-backed fund stacks more Ethereum. World Liberty just spent another 1 million USDC to scoop up 256 Ethereum at 3,895. Total Ethereum holding now sit at 77,226 Ethereum for 296 million, with unrealized profit of 41 million. Are they betting big on Ethereum? Trump backed fund عم بتجمع Ethereum. الورد ليبرتي دفعت مليون USDC وجابت مقابله 256 حبة إيثيريوم على سعر 3895، وهلأ صارت حاملة إيثيريوم 77,226 حبة إيثيريوم بقيمة 296 مليون، ببروفيت صارت عاملته ب41 مليون. هل يا ترى رح يصير في بريك اوت لإيثيريوم قريبا؟ Dubai now opens crypto derivatives to retail. OKX just launched regulated crypto derivatives for retail traders in the UAE under Dubai's VARA framework. Anyone can now trade futures, perpetuals, options with up to 5x leverage. هلا OKX بدبي صار الواحد بيقدر من بعد ما أخذوا تصريح من الدولة الإماراتية، صار الواحد بيقدر يفتح فيوتشرز perpetuals و options ب leverage 5 ضرب 5 أو 5x. مايكل سايلر مثل ما عودنا دايما بيفاجئنا بكل صعود ونزول. بيشتري بيتكوين، هلا اشترى 21 ألف حبة بيتكوين بقيمة 2.46 مليار. SEC officially allows crypto ETFs to create and redeem shares using Bitcoin and Ethereum directly instead of cash. هلا حاملي نسب بال ETFs. هلا الأوراق المالية بأمريكا صرحت إنه صار فيهم يعطون قيمة من الربح بدل ما تكون بالكاش تكون بالبيتكوين أو إثيريوم مباشرة. هذا خبر ضخم. BlackRock says crypto stablecoins are payment method in the future of finance. بلاك روك عم بقول العملات الثابتة هن سبل أو طرق للدفعات بالفيوتشر اوف فاينانس، يعني مستقبل الفاينانس، وبهيك العملات الثابتة رح يكون إلها مستقبل ضخم، وهن حيكونوا عم بيشتروا السندات خزينة مقابلهم، يعني إذا الدولار حيكونوا شارين سندات خزينة أمريكانية، وهذا الشي كتير مهم للكريبتو. Ripple, the shift is happening. Banks are investing in blockchains. 100 billion invested in blockchain companies since 2020. 700 billion per month in stablecoin volume. 18 trillion projected in tokenized assets by 2033. Our latest report with CBI Insights and UKCBT uncovers how financial institutions are shaping the future through strategic investments, partnerships, and emerging use on Ripple عملت اليوم تويت وقالت 100 مليار
إنه بنوكي صاروا هلا عاملين انفستمنت على البلوك تشين ابتداء من سنة 2020. 700 مليار عم بيصير على استخدام الفوليوم الليكويدي، يعني الشركات عم تحول مصاري من ستيبل كوينز بقيمة 700 مليار بالشهر. وفي كمان خبر 18 تريليون projected in tokenized assets by 2033، يعني من هون لسنة 2033 راح يصير في أصول مرقمنة بقيمة 18 تريليون دولار. هاي حسب إحصائيات سي بي انسايتس ويو كي سي بي تي. والريبل عملت لها تويت، وهذا خبر ضخم خاصة لعالم الار دبليو اي اللي حينتظر من هون ل 2033 18 تريليون يفوتوا على السوق. Standard Chartered says corporate treasuries could scoop up 1/10 of all Ethereum in circulation. Standard Chartered عم بقول إنه الشركات اللي حيعملوا خزينة، يعني كل الشركات الضخمة أو المالية الضخمة الكبيرة اللي بتقدر تعمل هالشي حيصيروا يجمعوا يعملوا خزينة، أو يعني هاي اشياء بتتعلق بالاكاونتنسي اللي هي تريجريز. دايما بكل شركة بده يكون في تريجري، فهاي التريجري رح تكون من الإثيريوم. حيكونوا مجمعين 1/10 على الإثيريوم، يعني مبلغ ما يقارب 10% من قيمة الإثيريوم الموجود بالسيركوليشن. هذا رقم ضخم، مع انه 10% بس كمان رقم ضخم. SEC acknowledges BlackRock filing to allow staking for its spot Ethereum ETF. الأوراق المالية بأمريكا خبرت بلاك روك صار فيهم يعملوا ستيكينج على الإثيريوم ETF تبعهم. هاي اوبشن جديدة على ETF الإثيريوم ETF، وهذا كمان شي كتير حلو كل واحد مستثمر بالETF. eToro to tokenize stocks on Ethereum. Trading giant eToro will tokenize US listed stocks as ERC20 tokens on Ethereum, doubling down on its on-chain push. Is Ethereum becoming TradeFi news backbone? عم بيعول الخبر eToro بده يصير يعمل رقمنة للستوكس على الإثيريوم، وهذا الشي رح يدفع الإثيريوم بأرقام عالية جدا. آخر خبر معنا اليوم: Fidelity deposited 12,981 to Coinbase in the past hour. اليوم Fidelity أرسلت 12,981 إثيريوم بما يقارب مبلغ 49.7 مليون، يعني قريب 50 مليون حولتهم على كوينبيس وعلى الأرجح للبيع. وبهيك بتكون خلصت أخبارنا اليوم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونا فولو لايك وشير.